السلام عليكم. في آخر أيام الحمل حصل لها تشنجات والدكتور ولدها ودخلت العناية وماتت، والدكتور بلغهم إن كان عندها تسمم حمل، فالأهل مالوا البلد إن دي غلطة الدكتور لأنه هو بيولدها ساب حتت من الجنين جوه الرحم، والأجزاء دي وصلت دم الأم وسممتها وماتت. أنا كريم شرابي، أهلا بكم في حب الطب. دايما بنسمع عن وفاة حامل بعد ولادتها نتيجة تسمم الحمل، وخصوصا لو كان أول حمل ليها، وكلنا بنكون فاكرين إن تسمم الحمل ده عبارة عن سم وصل دم الأم من أجزاء الجنين أو أثناء الولادة. وبرضه لو حصل لها تشنجات قبل الوفاة، ودي غالبا بتحصل، بيتجه بعض الناس إنها كان معمول لها سحر ولبسها عفريت لحد ما ماتت. فهي قصة تسمم الحمل، وبتحصل ليه، وإزاي تنقذي نفسك والجنين من الموت بسبب تسمم الحمل. تسمم الحمل عبارة عن حالة بتحصل للمرأة أثناء فترة الحمل فقط، بيحصل فيها ارتفاع في ضغط الدم في النصف الثاني من الحمل، يعني بعد الأسبوع العشرين. وكمان مع ارتفاع ضغط الدم بيكون في بروتين أو زلال في البول، واللي بيدل على وجود مشاكل في الكلى، وبالتالي بيحصل تورم وانتفاخ في الوجه واليدين والقدمين. بيحصل لحوالي 4 ل 8% من الحوامل. تسمم الحمل واحد من أكتر الأسباب المسؤولة عن موت الحامل والجنين أثناء الحمل والولادة، مسؤول عن وفاة نصف مليون طفل سنويا حول العالم. والعلماء لحد دلوقتي رغم التطور الكبير اللي بيحصل في الطب إلا إنهم ما قدروش يوصلوا للسبب اللي بيعمل تسمم الحمل، وأي حاجة سببها مش معروف بتكون صعبة في العلاج ومتعبة لأي طبيب، لأن نتائج الشفاء منها بتكون متفاوتة. لكنهم بقدر الإمكان حاولوا يدوروا على عوامل لو لقوها في الحامل يبقى بتزود فرصة الإصابة بتسمم الحمل، فعاوزك تركزي كويس في العوامل دي. طيب إيه هي العوامل اللي بتزود الإصابة بتسمم الحمل؟ الإصابة بأحد الأمراض المناعية الذاتية زي الذئبة الحمراء، أو الإصابة بأمراض الأوعية الدموية اللي بتسبب تجلطات في الدم، الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم أو السكر أو أمراض الكلى، الإصابة بالأنيميا المزمنة أو السمنة المفرطة قبل أو أثناء الحمل، العامل الوراثي زي إصابة الأم أو الأخت بتسمم الحمل، الحمل لأول مرة أو الحمل بتوأم، أو عمر الحامل لو قبل سن 15 سنة أو بعد سن 40 سنة اللي هو أطراف سن الخصوبة، الحمل التاني بعد تسمم الحمل، الحمل المتقارب اللي هو أقل من سنتين، أو الحمل المتباعد اللي هو أكتر من 10 سنوات، وأطفال الأنابيب والتدخين. لما الطبيب بيلاقي أحد العوامل دي بيبدأ يتابعها بشكل أفضل وأكتر ويكتب أدوية تحميها من الإصابة بتسمم الحمل. طيب إيه هي أعراض وعلامات تسمم الحمل؟ قلنا في أول الفيديو إن تسمم الحمل بيبدأ بعد الأسبوع العشرين، ونادر إنه يبدأ قبل كده. أما أعراض التسمم نفسها بتبدأ تظهر بعد الأسبوع ال 34 من الحمل، وفي حالات بس نادرة قوي إنها تحصل بعد الولادة. وأعراض تسمم الحمل لو ظهرت بدري معناها إن الحالة خطيرة على صحتها وعلى صحة الجنين. مشكلة أعراض تسمم الحمل إن يصعب تمييزها في وقت مبكر، لأن أعراضها بتتشابه مع العديد من أعراض الحمل الطبيعية. وكمان أبرز علامات تسمم الحمل المبكرة بتكون صامتة زي ارتفاع ضغط الدم مثلا. ارتفاع ضغط الدم أحد أهم مؤشرات الإصابة بتسمم الحمل، عشان كده في كل زيارة للحامل بنقيس الضغط وبنعتبره مرتفع لو لقيناه أعلى من 140/90 في مرتين مختلفتين. تاني علامة من علامات تسمم الحمل هي ارتفاع مستوى البروتين أو الزلال في البول. هو طبيعي جدا يحصل زيادة في إفراز البروتين في البول أثناء الحمل، لكن لو زاد عن 300 مللي جرام خلال 24 ساعة فده علامة من علامات تسمم الحمل. وعلى الرغم من وجود زلال في البول أحد أشهر علامات تسمم الحمل، لكن ما بنعتمدش عليها لوحدها في الإصابة بتسمم الحمل، لأن أصلا في حوالي 20% من الحوامل اللي بيحصل لهم تسمم حمل ما بيحصل لهمش زيادة في مستوى الزلال في البول، وهو ما يعرف بتسمم الحمل غير البروتيني اللي هو نون بروتينيوريك بري إكلامسيا. تالت علامة من علامات تسمم الحمل هو التورم أو انتفاخ الجسم، وبالتالي زيادة الوزن، وده بيحصل نتيجة احتباس السوائل، فبيحصل تورم غير طبيعي في الكاحلين والقدمين والوجه واليدين وحول العين. ورابع علامة هو الصداع، وبيكون زي الصداع النصفي ومستمر وما بيروحش تقريبا، وكمان الغثيان والقيء، وخاصة لو الحامل ما كانتش بتحس بيهم في أول الحمل وبدأت تحس بيهم بعد الأسبوع العشرين من الحمل. سادس علامة من علامات تسمم الحمل هي عدم وضوح الرؤية أو زيادة الحساسية للضوء أو ملاحظة بقع داكنة في الرؤية، وده من أخطر علامات تسمم الحمل، لأنها لما بتحصل بتكون نتيجة تورم في الدماغ، وبالتالي منطقي جدا إن يحصل اضطراب وتهيج في الجهاز العصبي المركزي. لكن في أعراض بقى لو حصلت ضمن اعتبارها كارثية، وساعتها لازم الحامل تتحجز في مستشفى لمتابعة سلامتها وسلامة الجنين بشكل دقيق، لأننا بنعتبر الأعراض دي من أعراض تسمم الحمل الشديد والخطير، وبيكون الحل في معظم الحالات هو الولادة في أسرع وقت لحماية الحامل من الموت. والأعراض دي بتتمثل في ارتفاع ضغط الدم أكتر من 160/110، وانخفاض في وظائف الكبد والكلى، وانخفاض عدد الصفائح الدموية لأقل من 100,000، وتجمع السوائل في الرئتين، وألم حاد وشديد في أعلى البطن، زغللة في العين، وترجيع مستمر، وتهيج في الجهاز العصبي المركزي. ومش بس الأعراض دي اللي خطيرة،
ده مضاعفات تسمم الحمل أخطر وأخطر وبتهدد حياة الأم والجنين في حالة عدم السيطرة على ضغط الدم. ومن المضاعفات اللي بتحصل للجنين هي تأخر أو بطء نمو الجنين، وده بيخلي حجمه صغير وحدوث ولادة مبكرة، وده نتيجة ضعف تدفق الدم عبر المشيمة وعدم وصول ما يكفي من الأكسجين والعناصر الغذائية للجنين. لكن مضاعفات تسمم الحمل على الأم نفسها هو حدوث انفصال مفاجئ للمشيمة، وده ممكن يموت الجنين، وحدوث تجلطات كتير في الدم، وأحيانا بيحصل نزيف في المخ وتشنجات حاد وفشل كلوي وفشل كبدي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحاد، وكمان الإصابة بمتلازمة هيلب. كل المضاعفات دي نسبة الوفاة منها عالية جدا وفرصة نجاة الحامل منها قليلة أوي. علشان كده حابب أقولك على بعض النصايح لو عندك تسمم حمل بسيط عشان ما تدخليش في مضاعفات ليه. أول حاجة هي الراحة والنوم على الجانب الأيسر من الجسم لتخفيف وزن الجنين على الأوعية الدموية. تاني حاجة هي الالتزام بإجراء الفحوصات ومراجعة الطبيب بشكل دوري قبل الولادة، والحد من استهلاك الملح، وتشربي كمية كبيرة من الماء يوميا، واتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتين. طيب هل يمكن للحامل الوقاية من تسمم الحمل؟ الحقيقة لا يمكن بشكل كامل الوقاية منها لأنه مش معروف سببه لحد دلوقتي، لكن يمكن الحد من فرصة الإصابة بيه من خلال بعض التعليمات، واللي أهمها طبعا هو الالتزام بأي أدوية يوصفها لك الطبيب للوقاية من تسمم الحمل في حالة وجود عوامل خطر الإصابة بيه اللي اتكلمنا عنها في أول الفيديو، وغالبا بيكون جرعة مخفضة من الأسبرين، وتقليل استخدام الملح، وشرب كمية كبيرة من الماء يوميا، تجنب الأطعمة المقلية والأطعمة الجاهزة، الحصول على قسط كافي من الراحة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، رفع القدم عن مستوى البطن عدة مرات في اليوم، وتجنب شرب الكحوليات والتدخين، وتجنب المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين، وفقدان الوزن في حالة الإصابة بالسمنة، ومراقبة ضغط الدم ومستويات السكر في الدم بانتظام. وفي النهاية حالات تسمم الحمل الشديدة بيكون الحل النهائي فيها هو الولادة. وحدوث المضاعفات رغم أن الطبيب وصف الأدوية صح أمر وارد جدا، لكن الالتزام والمتابعة بتحميكم بنسبة كبيرة من حدوثه. ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة وربنا يحفظنا جميعا.